كتير سألوني عن الفيديو القصير اللي أنا عملته بخصوص الحكم النهائي في قضية فادي الهاشم قتله لمحمد الموسى. يا جماعة أنا عايزة أوضح، إحنا مش بنعلق أبدا على أحكام قضاء خاصة بأي بلد، ده شيء راجع ليهم وده يحترم بالنسبة ليهم. أنا في ناس ما كانوش عارفين القضية بقى لها 3 سنين. القضية بكل تلخيص كده ملخصها زي ما اتذكر في وسائل الإعلام اللبنانية، وده بناء على تصريحاتهم هما، إن جاء بلاغ من فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وإن هو بيبلغ فيه إن في تم الهجوم عليهم في فيلتهم من شخص معين، والشخص ده كان معاه سلاح ناري، واتضح فيما بعد ان هو كان سلاح لعبة او مسدس ميه حاجه زي كده، وقال ان هو هاجمهم. وطبعا كان في كاميرات مراقبه جوه الفيلا، فبيقولك واستعانوا بكاميرات المراقبه علشان يعني يثبتوا كلامهم وكده. وكل ده انا بنقله نقلا عنهم، انا الكلام ده مش كلامي انا، عشان بس المعلومه واضحه. وطبعا بعد شد وجذب وكده والدفاع مع البوديجاردات اللي كان مع فادي الهاشم بيجروا هنا وهنا وهنا، تم قتل واحد اسمه محمد الموسى، ده سوري الجنسية، كان شغال عندهم في المزرعة بتاعة نانسي عجرم، وهم ده اللي وضحوه ان هو كان جاي يسرقهم. بس طبعا بسؤال اهله كده وزوجته، وكان عنده اطفال، يعني ربنا يصبر زوجته يعني ويعينها. فقالت ان هو واهله قالوا ان ده كل كلام زوج نانسي عجرم ده لا. ويا جماعه انا بقول اللي اتقال عشان محدش يقول انتي بتقولي، لا انا ما بقولش، انا بقول اللي اتذكر في وسائل الاعلام اللبنانيه والتحقيقات. وقالوا ان هو كان شغال عند نانسي وزوجها، يبقى ازاي هما ما يعرفوهوش، وان هو اصلا ازاي هيبقى موجود عشان يسرق، وفيه باين ان هو كان عندهم ضيوف في الفيلا بتاعتهم، يعني حد هيجي يسرق مش هيبقى وعارف ان فيه ضيوف، فمش هيخش ويبص وكده، يبقى عارف ان هو اكيد هيبقى عارف بما انه شغال هيبقى فيه كاميرات مراقبه، مش هيروح يسرق لان هتصوره وهتظهره، وكمان ده بحكم شغله معاهم بقاله سنين، وكمان هيبقى شايف فيه ناس عندهم، فهيسرق ازاي؟ فالكلام لا يصدق، هما ده كلامهم هما. فقالوا طالبوا بتشريح الجثة. فلما تمت عملية التشريح صدر الحكم في الأول مرة بإدانة الطبيب زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم، وقالوا بجريمة القتل وكده. مع التحقيقات والناس نسيت، وأنا بصراحة مكنتش نسيت القضية، يعني كان لفتة انتباهي شوية، وكنت عايزة أعرف هتوصل لإيه. مع استمرار التحقيقات وسنة تعدي ورا سنة، وطبعا أكيد في استئناف، أكيد حاجات وكده، استمرت 3 سنين. القضية دي من شهر يناير 2020 عدت أهو، يعني شهر 2 يعني 2023، أكتر من 3 سنين، وصدر الحكم النهائي من القضاء اللبناني، وله كل الاحترام طبعا، ولا تعليق على أي أحكام قضاء، شيء يحترم طبعا. إن هو كان فادي الهاشم تحت ضغط، فبناء على كده إن هو يعني غصب عنه اللي حصل، والجريمة دي غصب عنه، لأنه هو ما كانش يعني تحت ضغط جامد جدا، فأدت إلى نتيجة مقتل الشاب السوري محمد الموسى. وده اللي حصل يا جماعة، ان هو في النهاية اخد براءة بناء على يعني ان هو تحت ضغط، وان هو ما كانش قاصد ان ده يحصل. فده الحكم صدر ان هي يعني زي ما بيقولك فيما معنى الكلام اتحملوا وشالوا المصاريف وكده، وان القضية خلصت ومنع المحاكمة عنه. هما قايلين كده في الحكم يعني، او في الجريدة اللي طلع منع المحاكمة عنه، او ما خدش حكم بمعنى ادق، وخلاص سقطت القضية. مش سقطت، خلصت. انا مش محامية علشان اوصف ولا اقول الالفاظ القانونية يعني، بس انا بقول في النهايه انا بقولها لكم كده بالبلدي، خلاص مفيش حكم والحكم انتهى، وده شيء راجع ليهم، انا ما اعرفش ايه اللي طلع. بس في ناس كتيره طبعا خلت تتنفذوا، وخصوصا ان نانسي وزوجها واجهوا هجوم شديد جدا جدا من الناس بعد اللي حصل، وكان الكلام مش داخل دماغ الناس كتير جدا يعني، وليهم حق في كده. بس ان هو
ده شيء راجع برضو لأحكام القضاء ولا دخل لينا جميعا باللي حصل. أنا حبيت إن أنا أعرض لكم القضية كاملة علشان ناس، بس لما أنا عملت الفيديو القصير بخصوص الحكم كده ناس ما كانوش يعني مستوعبين اللي حصل، وفي ناس اتضايقت وكده. يا جماعة ده شيء راجع ليهم، احنا ملناش أي حاجة، بس أنا قدمت لكم القضية اللي كان ناسي واللي ربنا شايف الظالم والمظلوم، وهو في النهاية الحكم هيبقى عند الله، لو ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخرة. بس هي دي القضية، وربنا أكيد عارف وشايف ومطلع مين الظالم ومين المظلوم والحقيقة فيه. هي دي نهاية القضية وده نهاية الموضوع، وربنا هو المطلع.